شفنا حياتنا شفنا معارك معجزات وتاريخ كله يحكي عن أغلى الإنجازات من سورنا ورا بالأزمان نسلمها اهلا بكم في برنامج العالم، ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن الهجاص رضا عبد العال. قلت لكم قبل كده ده هجاص، يعني بيهجص على الدنيا كلها، هو اكتر واحد هجاص، يعني بيهجص على اي حد، بيقول كلام غير محترم على النادي الاهلي، بيقول كلام بشع وكلام افتراءات وكلام غير محترم بالمره، يعني بينم عن التعصب والفتنه. فلذلك ده اصلا هجاص. عايز اقول لك على حاجه، زي ما حدش شايفك ولا حد عارفك اصلا لما تقول كلام زي ده، وهو اصلا بيقول كلام بشع وبيقول كلام غير محترم، وهو اصلا بيغل تجاه النادي الاهلي. فطبعا اصلا هو هجاص عبد الله اصلا طبعا هو اصلا يعني 100 وش متلون، ما عندوش شخصيه، ما عندوش مبدأ في حياته. فتلاقيه اصلا هو اصلا منافق ومدلس، وان هو بيكره وبيغل وبيحقد، والشر مال قلبه تجاه النادي الاهلي. النادي الاهلي عامل له مشكله وعامل له عقده من سنين، لان هو بيكره وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا فيديو يعني فيديوكم بجد والله العظيم حاجه في منتهى التعصب والفتنه وحاجه غير محترمه بالمره. تعال شوفنا معايا كده. انما المشكله ان هو ضغط البلديه عشان يجامل الاهلي. والله يا هجاص اسم على مسمى، وهتفضل طول عمرك هجاص يا هجاص، اسم على مسمى. لما تطلع تقول ان اتحاد الكوره بيجامل الاهلي على حساب بلديه المحله، لا انا عايز اقول لك ان الزمالك برضو بيتجامل من على حساب فرق كتير، على حساب فرق كتير وكتير جدا يعني، والناس عارفه. فانت ما تقعد تتكلم عن النادي الاهلي ودخل كل فيديوهاته على الاهلي، وان مش عارف ايه، وان بيتجامل، وان وعمال يقول كلام، وان بيتجامل، وان بيروح مش عارف ايه، بيقول كلام اصلا بيحكي، بيقول كلام مش كوره، وهو اصلا عمره ما بيقول كلمه كوره، كلام كوره اصلا، وعمره اصلا ما يقول كلام كوره اصلا عامه. ده اللي زاد بيغل تجاه النادي الاهلي وبيحقد تجاه النادي الاهلي. فطبعا هو دايما على طول كده. وعايز اقول لك يا هجاص ان النادي الاهلي واحنا لا شايفينك ولا عارفينك ولا سامعينك يا هجاص. فطبعا اصلا هجاص سيد عبد العال اصلا كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. رضا عبد العال اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنيه في حلقة بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم. بنزل من بيتي